صافا. انا ديما كندير الثمن ما عندي ما نقول. واش كتعرفوا علاش الثمن ديال المازوت والترونسبور تيبقى في المتناول ديالنا واخا الثمن ديال البترول تيطلع؟ المسألة واضحة، لأن الدولة من خلال صندوق المقاصة كتدعم هذه المادة الأساسية للنقل والتنقل. صندوق المقاصة ديما معنا يخفف الحمل علينا. صندوق المقاصة اللي مفروض يكون وسيلة لإعادة توزيع الثروة أصبح آلية لتكريس الاختلالات، لأن توزيع اعتمادات صندوق المقاصة هو الحد الآن في صالح الفئات غير المحتاجة، في الوقت اللي خاص يكون العكس كما تابعنا من قبل. وحسب دراسة من إنجاز خالد السودي باحث بالمندوبية السامية للتخطيط، فمتوسط الدعم السنوي لكل فرد مغربي كيبين باللي واحد ما محتاج كيعاونوا صندوق المقاصة ب 63 درهم على الدقيق الوطني، واللي محتاج كياخذ 32 درهم فقط. وبالنسبة للسكر اللي ما محتاج كياخذ 74 درهم، واللي محتاج كياخذ 41 درهم. وبالنسبة للبوطاغاز اللي ما محتاج كياخذ 80 درهم، واللي محتاج كياخذ 35 درهم. بالنسبة للغازوال وليسانس اللي ما محتاج كياخذ 19 درهم، واللي محتاج كياخذ 4 ديال الدراهم. الدراسة جمعت هذه الأرقام وتوصلت الخلاصة كتقول اللي ما محتاج كياخذ 235 درهم، واللي محتاج كياخذ 112 درهم. يعني أن اللي ما محتاج كياخذ 2 ديال المرات فاصلة 1 أكثر من اللي محتاج. إصلاح صندوق المقاصة إذن أصبح ضرورة، رغم أن التفكير مازال مستمر لحد الآن حول الطريقة والوسائل اللي غادي يتم من خلالها تحقيق هذا الهدف. الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق المقاصة انتقلت من 27 مليار درهم ل 32 مليار درهم ما بين 2010 و 2011، أي تزادت ب5 ملايير درهم في ظرف السنة فقط. غلاف مالي يعادل 2 ديال المرات الاعتمادات المخصصة للاستثمار أو ميزانية وزارة التعليم. المستهلكين اللي شفنا حاولنا نقرب لكم الصورة من خلالهم، وتوصلنا في الختام الخلاصة أساسية. كل ما كانت القدرة الشرائية ديال المستهلك قوية، كل ما استفاد أكثر من صندوق المقاصة، وكل ما كانت هذه القدرة ضعيفة كل ما استفاد أقل. وضع هو عنوان الخلل الكبير في صندوق كيمتص اعتمادات أكبر. نهاية الحلقة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في العدد القادم.